بيكم في البرنامج. فاكرين يا جماعه اول حلقه اللي فاتت لما قلت لكم ان انا متفائل؟ كنت حمار. انا اسف يا جماعه ان انا احبطكم، بس انا يئست. مفيش بذره امل، مفيش ثمره لكل التعب اللي تعبناه دهوت. اليوم وفي وسط الإسكندرية قام أشرف محمد شاهين سائق تاكسي بحرق نفسه في الشارع. مصر بخير. اليأس خيانة. ان سائق التاكسي بيشعل النار في نفسه بسبب غلاء الاسعار بالاسكندريه. شايفين اهو، سكب البنزين على نفسه. انا مولع في نفسي. يعني وصلت يا اشرف، انت راجل مسلم ومؤمن. مصر بخير. قال لك ان اشعل سائق تاكسي النار في نفسه بمنطقه سيدي جابر بالاسكندريه السبت بسبب غلاء الاسعار. مش لاقي سكر، مش لاقي زيت، حاله بالبلا. يعني حرام تموت نفسك. الانتحار ارحم من قتل النفس، يعني كونك تنتحر احسن من انت تقتل النفس. بس عنده وجهه نظر برضه، يعني في مستويات من قتل النفس احسن من غيرها. وانا النهارده مش لاقي اكل انا واسرتي، فانا مش هحرق نفسي زي الراجل اللي حرق نفسه ده. انا مش هحرق نفسي زي الراجل ده، لكن لو حكمت الظروف هحرق غدا ووري. انما احنا مش عايزين لا حد يولع في حد ولا حد يولع في نفسه، احنا عايزين البلد تمشي بشيء من الرضا والهدوء. الحمد لله. ولا حد فاكرين 2010 في اخر 2010 واحد راح حرق نفسه قدام مجلس الوزراء بالظبط. الفيلم بيتكرر هو على فكره، حتى طريقه الغباء هي. انا بقعد اتفرج كده اقول يا خساره. كل املنا شويه السكر وشويه الرز وشويه تاني. اللي عايز يبقى عنده اراده حره لازم يستحمل. فيا رب تستحملوا معايا. يلا خش يا ابني. مؤخرا تصاعدت حدة أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره واختفاء المعروض في السوق خلال الشهر الماضي بدرجة كبيرة. بس معقول يا جماعة؟ أنا بقعد أتفرج كده أقول يا خسارة. كل أملنا شوية السكر وشوية الرز وشوية بس يمكن هم برضه عندهم حق، يمكن الإعلام مركز على حاجات سلبية بس مش شايف حاجات تانية مهمة وإيجابية. خلي بالكم لكل المصريين اللي بيسمعوني دلوقتي هنا وبره، انا ما عنديش مشكلة خالص في اي تحدي طالما انتوا يا مصريين كده. الإعلام المضلل وراء تشويه إنجازات الحكومة. يعني هو عامل الإنجازات لا مؤاخذة ومعلق عليها ستارة علشان ما حدش يشوفها عشان يعمل لنا مفاجأة. يا عمي تحدث عن الجنازات مش الإنجازات. إنجازات الحكومة حوش يا إنجازات اللي هي فين؟ لما يحصل انتخابات لرئيس الجمهورية كان عندنا سكر يكفينا وكان عندنا رز وكنا بنصدره. ايه اللي حصل؟ راح فين وجه منين؟ عايزين نفهم. مصر اللي كان تحت امرتها تشاد والسودان والسعوديه حبه دول من الخليج بيضحكوا علينا وبيتريقوا علينا بيقولوا احنا بصوا لادوارنا. هل ده يليق بمصر؟ هل ده يليق بمكانه مصر؟ مفيش حد قلبه على مصر ولا بيحب مصر يقول لا حرام ما يرضيش ربنا. شويه تجار ضحكوا على الناس بحجه الوطنيه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه وعهودهم بعيده كل البعد عن الديمقراطيه والعداله. حرام، ده ما يرضيش ربنا، والله ما يرضي ربنا. عشان انتوا تبقوا عارفين، لو انتم عايزين استقلال قرار حقيقي، الدول اللي بتبقى مستقلة في قرارها بتعاني. هي من ناحية فتوى شرعية الانتحار أرحم من قتل النفس، يعني كونك تنتحر أحسن من أنت تقتل النفس. بس عنده وجهة نظر برضه، يعني في مستويات من قتل النفس أحسن من غيرها. فيا رب تستحملوا معايا. احنا كنا موجود معانا
قدمت ابنها يعني. انك مثلا تاكل البيض الفاسد وتنتحر، انك تشنق نفسك، ترمي نفسك من فوق عماره. يمكن حد تاني يقول لي انت يعني ليه بتطول بالك كده؟ طبعا لازم اطول بالي، لانه اهلي، المصريين اهلي. المصريين ايه؟ اهلي، كل المصريين اهلي. يعني ما ينفعش ناخد يعني ما اعرفش تعملوها ازاي، اللي هي الفكه ال50 قرش والجنيه اللي في المعاملات وتتحط في حساب لصالح حاجه زي كده. يعني انا بس في شيك ب 1250 1255 ولا ونص ولا 80 قرش واي حاجه، ما اقدرش اخد الفكه دي. ده يحقق رقم كبير جدا نحطه في مشاريع زي كده، ويبقى كل الناس في اصل الناس في مصر عايزه تساهم. يا حنين على الشعب يا ريس، استجيب يا رب، استجيب يا رب. طب يعني ما دام هي مشكله صعبه، طب بدل كان خطاب مكاشفه ومحاسبه، كان في رساله الرئيس عايز يوصلها لنا، ايه هي؟ خالد، ان موضوع التليفون بقى محلول خالص. ده انا لو كان حكموني لو حكموني هخلي اللي بيتكلم في التليفون يدفع واللي بيسمعه يدفع في مصر. الناس ماشيه عامله كده، في العربيات عاملين كده، في الطابور بتاع الاستفتاء واقفين عاملين كده. مفيش لا عمر البلاد ما تكبر يا ابني وتبقى ليها اراده عمل وقتال بالطريقه دي ابدا. ايه ده انتوا مفيش عندكم التليفونات ولا ايه؟ ايوه بقى، هو ده الكلام. يعني بدل ما نفضل نرمي اللوم على ناس ونلقح كلام على ناس تانية، نبتدي بنفسنا، ملناش دعوه بالناس. يا اخي دع الخلق للخالق، خلينا في شغلنا. مش بتكلم عليك انت، بتكلم على الواقع اللي بشوفه. ها؟ وشوبك يا نخبة مصدية جنب الحيط مرمية وشوبك. ده خطاب رئاسي، بس أهم حاجة إن الرئيس تعامل مع الإشاعات اللي في البلد والمعلومات المغلوطة بطريقة مبتكرة. لو أنا هخلي التليفونات بدل انتوا عندكم ساعات تدفعوا فلوس كده، طب ما ناخد منكم عشان نبني بلدنا بقى. بتكلم بجد، 7-8 مليار كل سنة ولا أكتر، ساعات يقول لك 17 مليار. طب ما تخلوهم 25 والسبعه دول ادوهم للبلد عشان البلد تقوم. البلد دي بلدنا كلنا، وكلنا ناخد فيها بما يرضي الله وبالقانون وبس. يعني اور احشي اغرف يا خليفه. لا ثانيه واحده، ما تغرفش يا خليفه، ثانيه واحده. وحاجه جميله جدا جدا، مش بس الصلاه في الجامع ومش بس الحج والعمره، لا كمان الانسان ده اللي انت تستطيع انك تدخل الفرحه عليه، ده امر عظيم جدا جدا وله اجر كبير جدا عند ربنا. استجيب يا رب، استجيب يا رب. طب يعني ما دام هي مشكله صعبه، طب بدل خرابي نسيت. انا هقول لكم بصراحه، احنا ما عرفناش نقول اي حاجه على الخطاب، لان بصراحه بعد 2.5 ساعة وبرشامتين ضغط الواحد ما قدرش يواصل، وبصراحه ابتدى يسقط والكلام تاه منه. وهتدفعوا بقول اهو، هتدفع يعني هتدفع. يا عم صلاح، ده انت عليك ليا 300 جنيه من سنة 96. من سنة 96 يا صلاح انت عليك ليا 300 جنيه ما جبتهمش لغاية النهارده. وانا ان شاء الله مصيري هحكي سبب ال 300 جنيه ايه؟ وشاهد عليك جمال امبابي، وشاهد عليك محمد القدوسي، وشاهد عليك عصام كامل، وشاهدين عليك كله، جيلنا كله عارف.
ان انت عليك لها 300 جنيه يا اخويا. وهتدفعوا وهتدفعوا بقول اهو، هتدفع يعني هتدفع يعني هتدفع يعني هتدفع هتدفع يعني هتدفع يعني هتدفع. يعني ان خدت جنيه مني يبقى لك الكلام. انا بكلمكم بجد، انتوا ما تعرفونيش. اسالوا الجيش انا بعمل ايه. طب حقه، اخد حقك تمام وزياده حبه ليه؟ حبه لجيب حبه لمصر اخد. اقول تاني، حبه لجيب حبه لمصر اخد. هتدفع يعني هتدفع يعني لا هتدفع يعني هتدفع. حبة الجيب عشان كده من الاخر كده يعني ركزوا معانا الحته اللي جايه دي. هو ان الاخوان هم اللي وصلوا السيسي للحكم، وانا رايي ان اللي هيثبت السيسي في الحكم هم الجاهدين، وده اللي انا قلته لكم هنا. شكرا للارهاب. شكرا على ثقتك. شكرا على. صحيح في ارتفاع في الاسعار، صحيح في سوء في الخدمات، صحيح الاوضاع مش مظبوطه، ولكن انت البلد محروقه. يالا انا لو الدنيا هاديه ولطيفه وبسيطه هقعد بقى اقول له فين الاكل. يمكن لو كان في براح الدنيا لطيفه مفيش ارهاب وبتاع نقعد بقى نتسلى بقى. يا ريس بقى التعليم فين؟ التعليم فين؟ الصحه فين؟ الصحه التامين الصحي ما خلصش ليه لغايه دلوقتي؟ انما يا عيني دلوقتي هو ما حدش قادر يرفع عينه مثلا ويقول له ايه فين كذا فين ايه فين. مش عم احنا اصلنا في حاله حرب. البلد محروقه يا غبي يا ابن الغبي. النهارده يوم تاريخي هزمنا فيه المطاريد، ما عدتوش تدفعوا الاتاوه تاني لانكم من النهارده في حمل كبير. الاتاوه دي هتبقوا تدفعوها لي يعني، بس بزياده طفيفه قد كده. كيف يا كبير؟ انا ما قصديش يا كبير، خلاص مش هتكلم تاني. مهم هتروح من ربنا فين؟ احنا عايزين منه ايه الراجل ده؟ هو له عايز يا محمد؟ قال له لا يا اخويا. محمود قال له طبعا. مصطفى قال له، ودي مش اساميهم طبعا. الراجل ده انت عايزه؟ قال له عاوزه. عم بيه طب يلا شيل هيلا بيلا. راحوا ملقحينه. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب، يا رب. يا رب يا ساتر. عينينا على المواطن اللي هو البسيط، المواطن اللي هو دخله محدود. يا حرام. 800,000 لمليون وحدة سكنية في نص 18. بقول ان احنا في نص 18 هيكون في 150,000 وحدة. انا هكون انجزت لكم بيكم يا مصريين اللي هقول لكم عليه دلوقتي. هكون انجزت بيكم وليكم يا مصريين لمصر اللي انا هقوله لكم دلوقتي. واللي انا هقوله دلوقتي ده انا اتحدى وبلا مبالغه ان يتعمل في 10 15 20 سنه. وانا هقول لكم ايه اللي احنا هيتعمل خلال اللي اتعمل وهيتقدم، لان في مش كل الكلام قدرنا نتكلم فيه خلال الفتره دي. شكرا جزيلا. وبقول لكم دايما تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يلا على البركه. وبكره تشوف. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
وبكره تشوف. طبيب اوصف الحاله، هو خلقني كده ولا ايه؟ يعني هات ابوك انا هزوق. انت جايبينه من فين ده؟ وانا صغير كان في ناس كبار يضربوني. ولا احنا هنعمل ايه يعني؟ زلة لسان، وعلى العموم باب التوبة مفتوح، وانا مش هقول لحد ولا هسيح لك. تعودت معاكم ان انا اتكلم في كل مره اقول يعني كلمتين اوصف بيهم واقع احنا بنعيشه. يبقى الدنيا السلام كتير. النهارده انا هقول لكم كلمه ثالثه، هي كلمه الانجاز والتشكيك. الانجاز والتشكيك، ودي انا ببدا بيها الكلام عشان كل الناس المصريين اللي هم بيحبوا بلدهم وعندهم امل ان يشوفوا مصر في شكل وفي مكانه تستحقها بالفعل. المشروع معمول كده، والدراسه بتاعته اللي اتقدمت دراسات معموله ان احنا بنتكلم في 2020 و2021. كلمه هفكر نفسي وافكركم بيها لما قلت اول حاجه قلت لكم يا نحكمكم يا نقتلكم. مين في وجهة نظرك ملك جمال رجال العالم؟ الرئيس السيسي. امنت بالله. يبقى هو ملك جمال العالم بعد كده. انا بس عايز اسال حضرتك سؤال وترد بامانه الله. اتفضل. ده حلو. ده قمر. قمر. والله. طب الحق بقى ارمي على وشه ميه نار يمكن احلو زي. انا بقول لكم من هنا حسن فهمي بيتكلم. انت فاهم وانت ولا انت وهو ولا لا؟ انتوا فاهميني انا انت وهو انا بقول اهو ما حدش يسافر في اي بلد الا مصر. مصر هي امي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى اوعي الدبانه دي. نحن ليس لدينا بطاله في مصر اطلاقا. يا ضنايا. نحن لدينا وظائف كثيره جدا في مصر مش لاقي يا شباب يشتغل فيها. والرغيف كبير والمواصلات فاضيه الحمد لله، والاسعار رخيصه قوي 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 الحمد لله. وزيرة القوى العاملة والهجرة بتؤكد بأنه كان في أكتر من 79,000 وظيفة خالية. أنا عندي وظائف عمل كتير. أنا أعلنت امبارح عن 82,000 بقوا 82,000 فرصة عمل. ولكن الشباب عزفوا عن ان هم يلتحقوا بهذه الوظائف. مش عايزين يشتغلوا فعلا. ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه بطالة ولا يبقى اسمه ان في ناس مش عايزة؟